السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الاهلاوية، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. النادي الاهلي ولاعيبته مش راضيين يجيبوها البر كالعادة. جبنا تدعيمات مش نافع، جبنا صفقات برضه مش نافع، جبنا مدرب جديد مش نافع. مش عارف لعيبة النادي الاهلي عايزة ايه. لعيبة النادي الاهلي في ماتش امبارح ضيعت ماتش في المتناول وماتش سهل جدا، وفرقة المصري اللي هو فريق بلد البالة اللي ما جابش رجالة. طبعا ما لعبش كوره امبارح خالص، ولعب عشوائي. طبعا انتوا عارفين حسام حسن مفيش فكر وفكره عقيم. ليا ملحوظات، يعني كذا ملحوظه كده في الماتش. اولها طبعا انا مش هعلق تعادلنا على التحكيم ولا الكلام ده، لان ده كلام تافه. اي حد بيعلق على التحكيم يبقى ده كلام تافه. لكن انت ماسك الماتش طول ال90 دقيقه وبتلعب كوره، وجالك يعني فرص حقيقية مليون المية اللي انت تخلص بيها المباراة. يعني كذا كورة جت للعيبة النادي الأهلي، لكن لعيبة النادي الأهلي مش عايزة تخلص. مش عارف ايه العقم التهديفي اللي عندنا، يعني عقم أول مرة أشوفه. يعني وأهم كورة في الماتش كورة قفشة وحسين الشحات. يعني قفشة رايح من نص الملعب انفراد، ده انت والجون يا قفشة مش قادر تجري، خلاص لعبتها لحسين. خلاص بقى يا حسين انت حطها، يعني انت خلص وحطها. مش لازم الفزلكة الزيادة، لا لازم حسين الشحات يتفزلك كالعادة ويضيع فرصة من أهم الفرص اللي جت لغاية دلوقتي في الدوري المصري. وكالعادة الأهلي عمال يهدر فرص وعمال يهدر نقاط. طبعا الأهلي ما خسرش ولا ماتش. الأهلي كل الماتشات اللي تعادلها الأهلي مضيع فيها كمية أهداف محققة. يعني لو جت لأي فريق تاني كان زمانه خلصها، لكن الاهلي زي ما انا قلت في اول الحلقه ان الاهلي ولاعيبته مش راضيين يجيبوها لبره. وكولر مدرب النادي الاهلي معذور، هيعمل ايه؟ هينزل هو اللي يحط الكوره يعني في الجول؟ يعني اللي هو ينزل هو يجيب الاهداف دي؟ ما اعتقدش يعني. ف ما فيش حد يقول لي سوء حظ، لان ده مش سوء حظ، ده اسمه دلع ومياعه. لعيبه النادي الاهلي بتتدلع. لازم يكون في وقفه من الاداره والجهاز الفني جامده جدا للعيبه دي. احنا عندنا احلى لعيبه في مصر واحلى لعيبه في الدوري واحلى لعيبه في افريقيا. انتوا عايزين ايه تاني؟ يعني انتوا كلعيبه عايزين ايه تاني؟